تخيل معايا اللحظة اللي كتكون جالس مرتاح مع راسك، كتحس بشقاع عمرك، داكشي اللي جمعتي درهم بدرهم وعرق بعرق، كتقطع من لحمك ومن المصروف اليومي ديال وليداتك وما كتسافرش في العطل بحال عباد الله باش توفر ديك 15 ولا 20 مليون سنتيم وفرمشة عين وبدون سابق انذار، يطير لك كل شيء وما يبقى لك لا فلوس ترجعهم لا دار تسكن فيها. هاد الكابوس المرعب واللي كيطير النعاس من العينين ماشي خيال علمي ولا قصة من وحي الخيال دازو في شي فيلم، هذه حقيقة كحلة وقاصحة كيعيشوها مئات المغاربة والمواطنين العاديين كل عام بسبب غلطة صغيرة وبسيطة في واحد الورقة كيسنيوها عند النوطير. بزاف ديال الناس كيمشيو ضحية وكيفقدوا فلوسهم اللي جمعوا في السنوات الطويلة، حيث بكل بساطة ما عارفينش واحد السر قانوني خطير جدا، واحد الكلمة سحرية يلا ما كانتش مكتوبة في العقد ديالك قبل ما تحط ستيلو وتسني، راك بحال يلا كتلعب بالنار وكتحط راسك في المدفع بلا ما تحس. فهاد الدقائق القليله اللي جايه غادي نكشف ليك بالتفصيل الممل على هاد السر اللي غادي يخليك تحمي رزقك وشنو خاصك دير بالضبط باش ما تكونش انت هو الضحيه الجايه اللي غتبكي الدم على شقا عمرها في المحاكم. كلنا كمهاربه كنحلموا بدارنا ديك الشقه ولا الدويره فين نستقروا مع وليداتنا ونتهناو بصفه نهائيه من صداع الكر اللي ما كيساليش والمشاكل المعقده ديال الملاكين والرحيل من بلاصه لبلاصه كل مره. هاد الرحله ديال التملك العقاري كتبدا ديما بواحد الحماس كبير وفرحه ما كتوصفش، كتقلب في السوق كتسول السماسره وكتجمع داكشي اللي قسم الله من المدخرات لسنوات طويله باش تحط داكشي اللي كنسميو كاملين في المغرب التسبيق او العربون. المشكل الخطير والمخاطره الكبيره كيبدا ملي كطيح في داك الفخ القانوني اللي سميتو الوعد بالبيع او كيف ما كنعرفوه كاملين بالدارجه الكومبرومي. كتمشي عند النوطير فرحان وناشط مع العائله، كتحط فلوس صحيحه كعربون باش تبين للبائع باللي راك معقول وباغي تشري بصح، وكتسنى البنكه توافق لك على الكريدي باش تكمل الخلاص. شحال من واحد فينا وقعت ليه هاد القضيه، كيسنينك العقد بلا ما يقرا شنو فيه مزيان، بلا ما يسول على التفاصيل القانونيه المعقده، وكيقول مع راسو راه البنكه هادي تعطيني الكريدي 100% حيت الصالير ديالي مزيان وما عنديش مشاكل اداريه. ولكن الصدمه الكبيره والمدمره كتجي نهار البنكه كتعيط لك في التليفون وكتقول لك بكل بروده باللي الطلب ديالك ترفض وما يمكنش يعطيوك الكريدي. وهنا كيبدا الفيلم الكحل، المشتري كيتصدم كيمشي كيجري عند البائع كيقول ليه عافاك خويا رد ليا فلوسي راه البنكه ما بغاتش تعطيني الكريدي. ولكن القانون المغربي عنده هضره اخرى قاصحه بزاف والواقع مرير وما كيرحمش. باش نفهموا مزيان هاد المصيبه كيفاش كتوقع في المجتمع ديالنا خصنا نعرفوا بعدا شنو هو هاد الوعد بالبيع في عيون القانون. هاد الورقه راه ماشي غير ورقه عاديه ولا اتفاق ودي كنديروها بيناتنا وكنتفاهموا عليها وصافي، هذا راه عقد ملزم قانونا كيرتب التزامات صارمه ومتبادله بين المشتري والبائع. وهذاك العربون اللي كتحطوه وتسلموا بيديك راه المشرع المغربي كيعتبره في واحد القانون سميتو قانون الالتزامات والعقود ضمانه ماديه وجديه باش تكمل البيعه وتنفيذ الالتزام. القاعده القانونيه في هذا الاطار واضحه وصارمه وما فيهاش اللعب ولا التاويل. الى المشتري تراجع وما بغاش يكمل البيع النهائي او استحال عليه يكمل حيت ما جابش الفلوس ديال الكريدي، راه من حق البائع والموثق بصفته ضامنا مموثقا للعمليه بقوه القانون يحتفظ بداك العربون كامل كتعويض مشروع ليه حيت ضيعتي ليه الوقت وعطلتي ليه بيع عقاره وفرص اخرى بديده. وإلا كان العكس يعني البائع هو اللي تراجع ونتقل وندم بلا حتى شي مبرر، راه القانون كيلزمو بقوه باش يرد لك العربون مضوبل، يعني جوج المرات داكشي اللي عطلتيه، وهذا الشيء كيعني ضعف المبلغ المدفوع للمشتري. المشكل الكبير والحقيقي هو ملي كتكون انت كمشتري معول 100% على الكريدي ديال البنكه باش تخلص العقار. الا البنكه رفضت لك الطلب ديال التمويل لشي سبب بحال الدخل ديالك ما كافيش ولا سياسه المخاطر عندهم تبدلات، المحاكم في المغرب كيعتبروا باللي هذاك التراجع راه بسببك انت كمشتري حيت المشكل المالي ديالك انت وماشي ديال البائع ولا العقار المبيع. يعني البائع ما سوقوش منين غتجيب الفلوس ولا كيفاش غدير ليهم، هو كيهمو غير تكمل معاه البيعه، وإلا ما كملتيش فلوسك كتمشي ليه بارده. وهذا الشيء راه ولا كيوقع بزاف هاد الايام وكثرات هاد المآسي في المجتمع. علاش؟ حيت البنكات ما بقاوش كيعطيو الكريديات العقاريه ساهلين بحال شحال هادي، ولات عندهم بيئه ائتمانيه متشدده وشروط قاصحه. الارقام والبيانات الاقتصاديه الحديثه ديال البنك المغرب لسنه 2024 كتخلع وكتاكد هذا الشيء بشكل قاطع وملموس. تخيل معايا باللي القروض الجديده اللي كتعطيها البنكات بحال يلاه حبسات والنمو ديالها يلاه وصل ل 1.1%، وهذا الشيء كيعني باللي البنكات كترفض وكتستبعد نسبه كبيره ومتزايده
من الطلبات اللي كتدخل ليهم بسبب الركود. زيد عليها تكلفة الاقتراض ولا الفائدة طالعة بزاف، وسجلات في الفصل الثالث ديال 2024 نسبة 5.24%، وهذا الشيء كيخلي بزاف ديال الناس وشريحة واسعة من المشترين يعجزوا على تلبية شروط القدرة على السداد المطلوبة بنكيا وما يقدروش يخلصوا الطريطات. والمصيبة المقلقة اللي خلات المؤسسات البنكية تخاف هي أن الديون المتعثرة، يعني الكريديات اللي ما تخلصاتش، وصلت ل 8.8%، وهذا الشيء خلى البنكات تزير الصمتة وتولي تدرس وتمحص ملفات المشترين الجدد مزيان باش تقلل المخاطر. هذه المؤشرات التحليلية كاملة كتعني وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك حاجة وحدة: الرفض ديال الكريدي العقاري راه ما بقاش شي حدث نادر ولا مستبعد، بل هو احتمال واقعي وارد جدا يوقع لأي واحد فينا. وبسبب هذا الشيء عشرات الملايين ديال الدراهم كيضيعوا فيها المشترين المغاربة كل عام، وكيمشيو ليهم مدخرات كتراوح غالبا بين 10% و20% من القيمة الإجمالية ديال العقار، غير حيت ما عارفينش يضمنوا شروط قانونية في العقود الفدائية كتحميهم من هذا الرفض المحتمل. باش نزيد نوضح لك الصورة وتفهم مزيان، غنعاود لك قصة حقيقية ديال واحد السيد سميتو أحمد، قصة اللي كتلخص هذه المأساة بدقة. أحمد موظف درويش وبسيط، بقى كيجمع ويتقرمش 15 عام بالتضحيات باش يجمع مبلغ ديال 15 مليون سنتيم اللي هي 150 ألف درهم كعربون. لقى أحمد شقة أحلامه ومشى فرحان مع البائع عند النوطير لإبرام الوعد بالبيع، وسني على عقد نموذجي جاهز. دفع أحمد كامل مدخراته وما كلفش راسو يقرأ التفاصيل تفصيليا، حيث كان معتمد كليا على وعود شفهية متفائلة ديال المستشار البنكي ديالو اللي قال ليه الدوسي غادي يدوز. دازوا 3 ديال السيمانات، وبسبب تغيير سياسة المخاطر في الشركة حيث الديون المتعثرة وصلت ل 8.8%، تلقى أحمد اتصال صادم وقالوا ليه راه تم رفض القرض. أحمد تصدم، ومع اقتراب انتهاء الأجل البائع صيفط ليه إنذار رسمي مع مفوض قضائي كيقول ليه يا إما جيب باقي الثمن فورا يا إما فقدان العربون كاملا. أحمد لقى راسو في المحكمة، ولكن المحكمة طبقت قانون الالتزامات والعقود حرفيا، واعتبرت التراجع والخطأ كيخص المشتري المادية. النتيجة كانت قاسية جدا: فقدان أحمد 150 ألف درهم بالكامل لصالح البائع، وعاش صدمة نفسية ومالية مدمرة لعائلته. في المقابل كاين سيناريو معاكس تماما ديال النجاح ديال واحد السيد سميتو يوسف حتى هو أقدم على خطوة مماثلة باش يشري عقار، ولكن كان مسلح بالوعي القانوني. ملي مشى عند النوطير رفض رفضا قاطعا يسني على داك العقد النموذجي الجاهز، وتمسك بشدة باش يدرج واحد الشرط الواقف المتعلق بالحصول على قرض بنكي، وهذا الشيء استنادا للقانون 31/08 ديال حماية المستهلك. يوسف كان ذكي، أصر يحدد مدة ديال 60 يوم كأجل مريح للحصول على التمويل، وربط نفاذ العقد بكريدي ديال 1,000,000 درهم وفائدة ما تفوتش 4.5%. لسوء الحظ البنك رفضت ليه الدوسي حيت الصالير ديالو ما كافيش مقارنة مع متوسط الفائدة المرتفعة اللي بلغت 5.24%. ولكن يوسف بفضل حنكته ما تخلعش، طلب ديك الساعة وثيقة شهادة الرفض من البنكة وقام تقديمها للنوطير وإشعار البائع قبل ما تسالي 60 يوم. بناء على التفعيل التلقائي ديال هذا الشرط الواقف، العقد تفسخ بقوة القانون وتكيف على أنه كأن لم يكن، وفي غضون أيام قليلة استعد يوسف 15 مليون سنتيم ديالو كاملة بلا ما ينقص منها حتى درهم، ومنع البائع من اتخاذ أي إجراء ضده، ونجا من كارثة محققة. إيوا شنو هو هذا السير القانوني الجذري والنهائي اللي اعتق يوسف وخرج على الديس؟ هذا الحل السحري والثغرة القانونية هي تفعيل مقتضيات قانون 31/8 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، وتحديدا المواد من 153 إلى 161، من خلال إدراج الشرط الواقف المتعلق بالحصول على قرض بنكي كبند أساسي في عقد وعد بالبيع. هذا الشرط كيفاش خدام؟ هو بند قانوني دقيق كيعلق نفاذ عقد الوعد بالبيع على تحقق حدث مستقبلي، ألا وهو موافقة البنك رسميا. إلا ترفض القرض لسبب خارج عن إرادة المشتري، العقد بأكمله كيولي باطل ولاغي كأن لم يكن، والمشتري كيتحلل من التزاماته ويرجع ليه التسبيق بالكمامل وبقوة القانون بلا عقوبات ولا غرامات مالية. وهذا الشرط راه من النظام العام، يعني إلزامي وما يمكنش التنازل عليه إلا كان التمويل كيعتمد كليا أو جزئيا على قرض بنكي. ولكن باش يكون هذا الشرط محكم وقوي وما فيش اللعب، خاص المشتري يطلب من النوطير يكتبه حرفيا
فوريا وبالتفصيل. يتفق الطرفان صراحة أن هذا البيع قد انعقد تحت شرط واقف يتمثل في حصول المشتري على قرض بنكي لتمويل الصفقة، وفي حالة رفض البنك يعتبر هذا الوعد بالبيع كأن لم يكن، ويسترد المشتري مبلغه الكامل دون اقتطاع. ولضمان الفعالية التامة خاص البند يحدد بدقة متناهية 4 الخصائص. أولا، الحد الأقصى لمبلغ القرض بحال تعليق البيع بشرط التمويل بما لا يقل عن 800 ألف درهم. ثانيا، الحد الأقصى لمدة السداد بحال أن لا تقل المدة الزمنية الممنوحة عن 20 أو 25 سنة. ثالثا، الحد الأقصى لسعر الفائدة بتحديد نسبة مئوية باش البنك ما يفرضش عليك شروط مجحفة ومكلفة. ورابعا، الأجل الزمني الواضح، وخا القانون كيعطي مدة لا تقل عن شهر واحد لرد البنك، الممارسة العملية الذكية كتقتضي تحديد أجل مريح كيتراوح بين 45 و 60 يوم نظرا للبطء الإجراءات الإدارية ودراسة الملفات. وإلا ترفض لك الكريدي داخل الأجل المحدد، البائع أو الموثق كيلتزم يرد لك العربون المسبق بالكامل داخل أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ الإدلاء بشهادة الرفض البنكي، ويمنع البائع منعا كليا يطالبك بأي تعويض مهما كان الضرر. إذن باش تأمن المعاملات العقارية ديالكم ما تضيعش كعمرك، قيد عندك هذه الخطوات العملية والنصائح الذهبية قبل ما تسني أي وثيقة عند النوطير. أولا، الرفض القاطع للعقود النموذجية الجاهزة، إياك تسني على شي عقد دون قراءته وتعديله، وأصر بشدة على وجود فقرة الشرط الواقف الواضحة المبنية على قانون 31/8 مع تحديد المبالغ والآجال ونسب الفائدة المطلوبة بدقة متناهية. ثانيا، إلزامية توثيق الرفض البنكي. إذا ترفض ملفك لا تكتفي بالاتصال الشفهي أو الرسائل النصية، يجب مطالبة المؤسسة البنكية بتقديم وثيقة رسمية ديال شهادة الرفض تثبت ذلك، إذ لا يعتد بغيرها أمام الموثق أو القضاء لفسخ العقد واسترجاع أموالك. ثالثا، احترام الآجال والتواصل الموثق. تواصل ديما عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو عبر الموثق أو المفوض القضائي، ويجب إبلاغ الموثق والبائع برفض البنك قبل انتهاء المهلة، بحيث تذكر أن صمتك حتى انتهاء الأجل يسقط حقك القانوني ويجعلك في حالة نكول. ورابعا، وهي خطوة حاسمة، بمجرد ما تسني وتدفع العربون ينصح بشدة طلب الإجراء التقييد الاحتياطي في المحافظة العقارية، وهذا الإجراء كيعتبر بمثابة إنذار قوي وحماية قصوى تمنع البائع من تصرف العقار أو تفويته لطرف آخر طيلة فترة سريان العقد وحتى صدور قرار البنك. اقتناء عقار كيمثل استثمار ضخم، والتهاون في إضافة سطر واحد يخص الشرط الواقف كفيل بتبخير شقاء سنوات من العمل. المعرفة القانونية في هذا السياق المعقد ماشي مجرد طرف فكري، بل هي الدرع الواقي والوحيد اللي كيفصل بين تحقيق حلم الاستقرار العائلي والوقوع المأساوي في كارثة الإفلاس المالي.